لن أعيش في جلباب أبي، المسلسل المفضل ل 90% من الشعب المصري والشعب العربي برضه. بس ليه برضه كل ده؟ ليه كل الناس بتحبه؟ وفعلا عبد الغفور كان هو السبب في فشل ابنه. وكمان وانا بتفرج على المسلسل بورقه وقلم عشان اراجعه، لقيت نفسي مهتم بالمشاهده ونسيت خالص ان ده الشغل اللي انا بعمله. وكمان لما كنتش تعرف فالمسلسل ده اصلا روايه. وعشان نجاوب على كل ده ما تنساش تصلي على اشرف الخلق، ويلا بينا في حلقه جديده من سلسله حلل لي شكرا. وقبل ما نبتدي ما تنساش برضه تتابع الصفحه والفيس والانستجرام واللي هتلاقيهم تحت في الديسكريبشن، وتعمل لايك للحلقه، ويلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا هحلل المسلسل، ماليش دعوه بالروايه وليش دعوه بالقصه اللي هي اتقالت ان هي دي القصه الحقيقيه لعبد الغفور. انا هحلل المسلسل بحد ذاته. اصل الروايه انا ما قريتهاش والصراحه مش هعرف اقراها، بس على حسب البوستات اللي انا شفتها عن الروايه ان حصل اختلاف كبير بين الروايه وبين المسلسل. مثلا ان الخط بتاع عيله سيد كشري كله مش موجود. تخيل المسلسل من غير الخط الكوميدي بتاع فتحيه وعيالها كان هيبقى عامل ازاي. وعشان كده انا هتكلم عن المسلسل بحد ذاته عشان هو بالنسبه لي لغز كبير. المسلسل مفيش حد بيجي قدامه ما بيتفرجش عليه حتى لو في حلقه مش بالترتيب، وده لان الناس حافظه المسلسل باحداثه. انا دخل عليا زبون قبل كده وانا في الشغل ولقيتني بتفرج على المسلسل عشان اراجعه، قالت لي مش ده فرح ثانيه؟ المفاجاه ان هي عرفت الفرح من مشهد رقصه عبد الغفور بس، وعرفت ان ده الفرح بتاع ثانيه. وعشان نحلل صح لازم ناخد شخصيه كل واحد لوحده، ونبتدي به عبد الغفور البرعي اللي جاي تبع الشيخ حنفي العنبري بأمارة أكلة الكوارع. عبد الغفور شخصيته مرسومه صح جدا. ده المفروض شاب ابوه دلعه، ما اعرفش ازاي بشنبه ده، بسبب دلع ابوه انه ما خلوش يكمل تعليمه عشان ابنه مش عايز. لما ابوه مات وهو مالوش في اي حاجه، خسر كل حاجه وبقى محتاج اي شغلانه عشان يقدر يصرف على نفسه. ولما راح للجاد فازر المسلسلات المعلم سردينه، الشخصيه العبقريه افضل شخصيه بالنسبه لي في المسلسل كله، واللي لما بيعرف الاماره بيشغله، ويبقى المعلم او الرئيس بتاعه مش حبه او مش متقبله او غيران منه، لان عبد الغفور بيسمع كلام المعلم الكبير وبيعمل اللي هو نفسه فيه. ومش عارف برضو ايه يحب الاستاذ نور الشريف في الوكالات. عبد الغفور البرعي اشتغل في وكاله، العطار السبع بنات برضو كانت وكاله، الحاج متولي في وكاله، حتى في مسلسل الرجل الاخر اشتغل في اول كام حلقه في وكاله برضه. ولازمه الحاج متولي ما تنساش تتفرج على الحلقه اللي اثارت الجدل اخر فتره في القناه، وهي عائله الحاج توكسيك، واللي هتظهر لك فوق هتلاقيها تحت في الديسكريبشن. نرجع لموضوعنا. والحاج سردينه تبنى عبد الغفور، ونيجي لاهم حاجه، هي ان اي سؤال في المسلسل دايما هتلاقيه له اجابه. يعني هو ليه مثلا تبنى عبد الغفور وخده تحت دراعه؟ عشان هو مر باللي مر بيه عبد الغفور لما ابو المعلم سردينه مات وسابه لوحده، وهو ابتدى من الصفر، وهو برضه نزل واتعلم لوحده. فهو حب ما يخليش عبد الغفور يتمرمط نفس المرمطه بنفس الدرجه اللي هو اتمرمط بيها. وفي وسط ما هو بيتكلم معاه وبيشرح الكلام ده، بيقول له كمان ان ابنه محفوظ سردينه نزل الشغل من صغره عشان يبقى فاهم الشغل لما يكبر. وهنا برضه ده هيبين لك عبد الغفور سردينه، وفضل يتعلم ويتدرج لحد ما بقى واعي انه يقدر يفتح وكاله لوحده. طبعا بيحصل شويه صراعات على الجنب، بس انا بتكلم في الخط ده دلوقتي. ولانه مش متعلم بيخلي فهيم افندي اللي يعتبر من اهم اضلاع المسلسل يمسك له الوكاله. بس قبل ما يفتح الوكاله بيستاذن المعلم سردينه عشان هو ابن اصوله، من كتر حبه للراجل لو كان قال له ما تمشيش فعلا ما كانش مشي، لانه بيعتبره زي والده. واخد بالك عم متولي؟ وكمان عشان هو راجل ما بيحبش ان مراته تكون في الشارع عشان خايف عليها، مش عشان يلغي هويتها وكينونتها والكلام ده، يخلي اخوها يشتغل معاه في الوكاله. وبرضه باكد على موضوع ان مفيش سؤال مش متجاوب. هو لما راح اول ما زاد عشان يتعرق محدش بيعبره، فبيستغرب وبيسال الحاج، فبيعرفوا انه عشان هو ملوش اسم او ملوش صيت، معروف ان هو معهوش فلوس ولسه بادئ زي المعلمين الكبار، فهو الناس ما اعتبرتوش او ما اهتمتش بيه. فعبد الغفور عشان هو شخص ذكي فعلا بيخترع صيت لنفسه في السوق انه لقى كنز. ما خلاكش بقى عبد الغفور ده الواد الفهلاوي اللي بيعرف يشتغل في كل حاجه وبيجيبها وهي طايره من غير ما يكون بص بيفكر في ثانيه كده. واخد بالك انت؟ جابها لك انه برضه راح للمعلم اللي علمه عشان يستشيره، بس هو اللي فكر بعد ما عرف السبب. وده عشان ابين لك ان هو زي ما هو برضه بيستشير، عنده برضه مخ يفكر ويخطط بيه، مش بس بيعتمد على الاستشاره بس. عشان لو هو بيعتمد على الاستشاره بس، المفروض لما المعلم سردينه يتوفاه الله ان هو يفشل وما يعرفش يكمل او يقف في نفس النجاح بتاعه، بس هو قدر ينجح اكتر من كده. وده عشان لما يبقى من اغنى الناس في مصر فهمك انه شرب الشغلانه صح، وكل تنتوفه سال فيها عشان يبقى مستعد لكل المواقف. عكس الحاج متولي وراك ان هو بياع فهلاوي وما بينش انه شقي في التعليم بتاع شغلانه حتى. نفس مدرسه الاستاذ محمد رجب في مسلسلاته. عشان ما ابقاش زي الحاج متولي لما يقول لك انت عارف انا شقيت قد ايه، تحس بعدم ارتياح او انك مش مصدق اللي هو بيقوله عشان انت ما شفتش
الشقه ده. لكن في عبد الغفور البرعي الميزه في البناء الدرامي لشخصيته اتعمل صح جدا، فلما يقول الكلمه دي انت شفت فعلا هو شيء قد ايه من ايام ما كان صبي لحد ما بقى المعلم عبد الغفور. ودي اهم حاجه بتميز المسلسل، كتابته. وكمان من اسباب انك تتفرج على المسلسل على طول هو الصراعات. انت محتاج تخلي المشاهد مستمتع لحد اخر المسلسل، ده هدف المسلسل، لان المسلسلات بتبقى اطول من الافلام صح. لا نعيش في جلباب ابي بقى مليان صراعات وقصص جانبيه برضه ما تحسسكش بالملل. البدايه مع بدايات عبد الغفور، واللي لو اتعمل لوحده مسلسل تنجح عادي. وفي النص في صراعات تانية، انه بقى من عيله القوم وبقى محتك بمجتمع الاغنياء، وده اللي يبين اختلاف العقليه مثلا في تربيه الاولاد عمل في الوكاله، وده اللي خلى عبد الوهاب يكره الوكاله من صغره. وكمان من وجهه نظر ابو غفور ان المعامله الجافه وتقليل المصروف هيخلي ابنه راجل، بمنظور انه عشان اتدلع وهو صغير فمش عايزه يبقى زيه، وكان عايزه ينزل الوكاله عشان لقى محفوظ سردينه كان شغال من صغره عشان يشرب الشغلانه. وده خلى فكره انه عشان ما اشتغلش معاه من صغره مش هينجح، عشان اشتغل معاه على كبر، وده اللي خلى الفكره تترسخ في دماغه. لكن الفكره اللي اترسخت في دماغ عبد الوهاب ان ابوه بيكرهه. ده بجد عبد الوهاب كان بيحس ان ابوه مش عايزه. والغلط اللي عبد الغفور عمله ان عايش عياله في مستوى محتاج مصاريف هو يقدر عليها، بس وجهه نظره انها ملهاش لازمه. وفي حاجات فاكر منعها هيخلي ابنه يقوم يشتغل، مثلا زي النادي. هو ما رضيش يدفع اشتراك النادي عشان ممكن يخلي ابنه يصرف على نفسه، او يقول له طب انا عايز انزل شغل عشان انفس على نفسي. وده صح او غلط، الموضوع ده نسبي وشائك برضه. وده اللي خلى عبد الوهاب يلجأ لموضوع الكذب ويدعي ان هو فعلا مشترك في النادي. وخلي بالك ده رسخ في دماغ عبد الوهاب فكره ان ابوه بخيل، وفكره المقارنه الدايمه بابوه خلت انه عايز يبقى له شخصيه مستقله. وعبد الوهاب فضل حاله مايل لحد بدايه تصحيح الطريق، وهي التوبه لله سبحانه وتعالى. من هنا ابتدى سكه التصحيح وابتدى يمشي في سكه صح، بس ما زال عنده جزء مشتت، وهو انه عايز يشتغل ويكبر بسرعه بدون مساعده ابوه، حتى لو هيشارك والد زوجته اللي في امريكا بس ابوه لا، وده بسبب طفولته. ودي رساله مهمه، تخيل ان ابن كره ابوه عشان بس معامله وحشه وتقليل مصروف، والموضوع كمل معاه لحد ما كبر. وده اللي قاله سيجموند فرويد، وقال ان الطفوله مبكره اقل موقف في طفولتك فيها ممكن يفضل تاثيره عليك لحد ما تكبر، وانت اصلا عقلك مش عارف ليه، لكن ده بيكون مترسخ في دماغك من صغرك. وده اللي حصل مع ابو وهاب، هو شاف ان معامله ابوه ليه جافه، وفضلت الفكره راسخه في جواه لحد ما كبر. ولما معامله ابوه اختلفت معاه بقى بيحاول يعامله كويس، ابنه كان دايما عنده صدمه وما كانش مصدق او مستوعب اللي بيحصل. وعلى فكره برضو الايمان ده ما جاش مره واحده، بل جيب المواقف اللي شاف ابنه فيها عنده حق وبيفكر بالعقل والمنطق، زي مثلا لما رفض ان اخواته ينزلوا العيد ميلاد، لما اتكلم مع اخته في موضوع جوازها من ابن الوزير، او مواقف تانية كتير. فده خلى ان عبد الغفور ابتدى يؤمن بابنه. وعبد الغفور يا عيني كان فاقد الامل في ولاده اصلا بسبب جوازته، اذ كان نزيره اللي اختارت غلط وده بدافع الخروج من بيت، او بهيره بنفس الدافع، او حتى نفيسه اللي اتجوزت خضيره عشان هتعرف تسيطر عليه وبرضه بدافع ان هي عايزه تخرج من البيت. ولما جوازات بناته الاتنين باظت فحس ان هو مبتلى في ولاده، فكان بيتنشأ على اي اماره ان اولاده فيهم الامل، وده هنعوزه قدام. ومن التركات اللي عجبتني في المسلسل واللي تدل ان عشان يبين لك ان ابوه كان بيحن على البنات، وبدايه الاختلاف ما بينه وما بين ابنه من صغره، كل مشاهد الاكل من صغرهم لحد ما كبروا ما كانش فيها عبد الوهاب. وده برضه عشان لما عبد الوهاب يقعد معاهم بعد ما يكبروا على الاكل كلهم يتفاجئوا ويبصوا نظرات استغراب. وبرضه ارجع افكرك ان ما فيش سؤال او موقف في مسلسل ملهوش اجابه، وما تزهقش مني في النقطه دي، عشان في افلام ومسلسلات كبيره مش بتديها حقها، وقريب هنعمل حلقه عن الموضوع ده ويبقى اسمها المخرج عايز كده. لما عبد الوهاب وابوه بيتناقشوا اخيرا وكل واحد بيفتح قلبه للتاني، وبرضه المشهد ده رساله جميله ان المواجهه ساعات بتحل مشاكل. انت لما بتاخد موقف من شخص لو جه قال لك ليه قول له ما تخافش، واجه، اوعى تتجاهل ده، لان ده بيحل الموقف. حتى لو المواجهه دي كانت نتيجتها سلبيه في الاخر هتبقى ايجابيه. تهت مني صح؟ افهمك. بمعنى انك مثلا لو واجهت شخص او مشاكله معاك، لو الشخص ده مشاكلكوا قلت مع بعض بعد كده بتبقى النتيجه النهائيه ايجابيه برضه. لكن لو مشاكلكوا دي بينت اختلاف وبطلتوا تتكلموا مع بعض وقطعتوا بعض، دي برضه نتيجه تبان في الاول ان هي سلبيه لكن في الاخر تبقى ايجابيه، لان ده شيء مؤكد حدوثه وده كان هيحصل كده كده. فهمت قصدي؟ المواجهه بتاعت عبد الوهاب بقى خلته حل مشاكله ووجهه نظره اختلفت جدا. وبرضه هو رسم لك ان هو برضه مش مره واحده اتعادل مع ابوه، لا ده هو اتكلم مع ابراهيم سردينه ابن محفوظ سردينه اللي يعتبر عاش نفس عيشه عبد الوهاب بنفس كل شيء، حتى ببخل ابوه عليه في الفلوس، لكن هو كان عنده قدره انه يفهم ويترجم ده، واداله درس في القيم والاخلاق، وانه فعلا اسم العيله ده مش اسم ابوك بس، ده اسم اهم حد في العيله، وان الشخص اللي ما يخليش اسم العيله ناجح يبقى هو السبب في فشله. فده برضه هيأ ان المشهد بتاع المواجهه بتاع عبد الغفور او عبد الوهاب المشهد يبقى فيه منطقيه، مش مره واحده هما اتنين يتصالحوا. وبعديها بيحصل المشهد المفضل بتاعي، مشهد الوكاله وجمله السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واستنج المسلسل ده جبار، نور الشريف خارج المقارنه، عشان بس نبقى بنقول كده بسم الله. لكن باقي الكاست بتاع المسلسل رهيب، من اول الاستاذ عبد الرحمن ابو زهره لحد حمامه بتاع القهوه، كل واحد مناسب لدوره، كل واحد واخد حريته في الدور. برضه خلي بالك فيه هتلاقي فيه مشاهد كرنج في اي مسلسل في الفتره دي موجوده في كل مسلسلات العصر ده، عشان بس ما تتخضش. لكن الدور اللي انا ظلمته في المسلسل الصراحه هو دور فاطمه كشري، عشان فاطمه دي لوحدها محتاجه حلقه لوحدها، وتقديم الشخصيه والكتابه بتاعتها والخط الكوميدي بتاعها والدعم لعبد الغفور والوقوف مع ابنها واحساسها اللي عمره ما خيب، ورميه الشبشب اللي كانت بترميها على بنتها، وكمان جوازات بناتها وازاي استحملت ان بناتهم اتطلقوا الاثنين. برضه برغم كل اللي انا قلته ده، في حاجه بتخلي الشعب المصري كله بيحب المسلسل ده. والصراحه انا برضه بعد ما كتبت السكريبت ده حسيت ان انا ما اديتش السكريبت حقه، وما عرفتش ايه بالظبط اللي محببنا في المسلسل ده. يمكن قصته، يمكن الروايه الاصليه كان ليها تاثير على المسلسل، يمكن الاداء التمثيلي، يمكن اخراجه، يمكن لكن برضه سيظل لن اعيش في جلباب ابي جزء لا يتجزأ من اسم الدراما المصريه. وكما اقول دائما، هذا رأيي المتواضع في الآخر، يمكن أن نتفق أو نختلف، أو إنك تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل فولو على صفحتنا على الفيس، وتعمل لي فولو على حسابي على الانستجرام، والاتنين هتلاقوهم تحت في الديسكريبشن. وما تنساش تقول لي رأيك في الحلقة في الكومنتات، أنا بحب إن إحنا نتناقش في الكومنتات مع بعض. ولو عندكم ترشيح لمسلسل نتكلم عنه قول لي في الكومنتات، أنا دلوقتي باخد آرائكم انتوا في المسلسلات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dun 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 dun